بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بكل مشاهدينا الكرام وكل متابعينا في كل مكان. صفحة عصام المعلاوي وكل اللي بيتابعوا يا رب تكونوا بخير، وكل اللي بيتابع عصام المعلاوي في كل مكان يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. خبر مهم جدا جدا وكل جماهير الاهلي بتنتظره وكل النادي الاهلي بتسأل على فين المهاجم، مين اللي جاي النادي الاهلي ومين اللي مش جاي. فالناس بتقول لك سوزا جاي ولا مش جاي. فعايز اقول لك ان الاهلي قفل تماما صفحة سوزا، وعايز اقول لك الخبر الاكيد بقى واللي هياكده لك صفحة النادي الاهلي ان اليو ديانج في جلاطة سراي التركي مقابل جاكسون موليكا. جاكسون موليكا في الاهلي مقابل اليو ديانج ب5 مليون دولار. فان شاء الله باقي ايام قليله على القيد. فان شاء الله بنسبه خلاص سوزا ده صفحته انقفلت. فعايز اقول لك بنسبه 90% جاكسون موليكا في النادي الاهلي مقابل اليو ديانج. ده خبر حصر من جوه النادي الاهلي، وان شاء الله ده الخبر الاكيد. فده المهاجم اللي جاي للنادي جاكسون موليكا، لان مارسيل كولر معجب بجاكسون موليكا وابدى رغبته ان هو يروح جاكسون موليكا الى صفوف النادي الاهلي. فجاكسون موليكا في الاهلي مقابل اليو ديانج الى جلاطة سراي التركي. ده الخبر اللي كل الجماهير مستنيه. ما تنسوش تعملوا لي متابعه للفيديو ولايك ومتابعه واشتراك في قناتي على اليوتيوب قناه العالمي، ومتابعه على الفيسبوك صفحه عصام المعلاوي.